في فيديو النهارده هنعمل سبونج الكيك الجاهز بتاع بره. هنعمل مكونات السبونج الجاهز بتاع بره، هنعمل مكونات بيتي سهله وبسيطه ومش مكلفه ابدا. السبونج البيتي ده يا جماعه ينافس اكبر براند في السبونجات الجاهزه، وعايزه لكم بقى لايك كتير وشير كتير عشان الكل يستفاد. ويلا بينا بقى على بولت العجان بتاعنا. 5 بيضات بدرجه حراره المكان، يعني وسط كده، حجم البيضه يكون وسط، طبعا مش من التلاجة، البيض بدرجه حراره المكان. و3 أظرف من الفانيليا، تقدروا يعني تستخدموا الفانيليا السائل عادي جدا، ومعلقة صغيرة من الخل، 50 جرام محسن جل من اللي هو الشفاف، طبعا ابعدوا عن الأبيض. وعايزة أقول لكم إن الشفاف ده يكون يعني جيبوه من محل مستلزمات حلواني، بلاش العطارين. معانا بقى 220 جرام من الدقيق، يعني كوبايه ونص بالكوبايه المعياريه، رشه ملح، و30 جرام من الكاكاو الخام الاسباني انضف نوع، يعني ربع كوبايه كده. 3 معالق كبار من النشا، يعني بمثابه 36 جرام للناس اللي بتحب تستخدم الجرام وكده يعني. 6 جرام من البيكنج باودر، وننخل كله على بعضه 3 4 مرات زي ما انا عملت قدامكم دلوقتي. ونحط بقى المضرب بتاع العجين. وطبعا كنت هنا نسيت نص كوبايه الميه الساقعه المتلجه، نص كوبايه ساقعه متلجه، يعني لو مش ساقعه عندك ميه ساقعه حطي نص كوبايه ميه في الفريزر شويه وبعدين تسقع حطيها. انا قبل كل الحاجات دي كلها مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. شغلت العجين عندي على اول دقيقتين كده على هادي لغايه ما كل المكونات اختلطت، وبعدين كملت ال10 دقايق، يعني نسبه الخفق هنا عندي 10 دقايق. صينيتي هنا مقاس 24 ارتفاع عالي، وتقدري تستخدمي كمان على الصينيه المقاس 26. يبقى المكونات دي المقاس صينيه 24 و26، 20 تكون كتيره قوي يا جماعه عليها، هتكون معجنه من جوه يعني. ممكن تقسموها على صينيتين عادي، مفيش مشكله. بالخلة كده بنعمل بقى كل الفراغات بتاعتنا، وخبطتين على الرخامة كده وعلى الفرن زي ما قلت لكم، يعني سابق التسخين على درجة حرارة 180. أخدت معايا بالظبط 45 دقيقة وكانت جاهزة. غطيتها بفوطة زي ما انتوا شفتوا كده حوالي ربع ساعة الأول، وبعدين قلبتها على وشها. شايفين معايا ورقة الزبدة عاملة ازاي بتطلع بكل سهولة. اللون الغامق اللي شوية ده يعني على الكيك من فوق، ده حاجة بسيطة خالص بتتشال بالسكينة، أصلا أنا بقشرها. شايفين انا يعني اسفنجيه وهشه بضغط عليها بترجع لي تاني يا جماعه، والله بجد عن تجارب يعني سنين انا بستخدم السبونج دوت. طبعا عايزه اقول لكم ان هو ينافس وبقوه اكبر براند، ويعني جربوها وهتقولوا لي فعلا ان انتوا لقيتوا كلامي صح وان انتوا جربتوها. انا عامله المنشار بتاعي على درجه 8. في الطبيعي انا بشتغل على منشار رقم 9، بس احنا بنحب الكيك عالي شويه، يعني يكون ظاهر كده في قلب الكيك اكتر من الكريمه كمان. فطلعت لي 3 ديسكات مليانين تخان، يعني ما شاء الله الديسك مليان زي ما انتم شايفين كده، لكن انتوا في الطبيعي اعملوها على منشار رقم 9. وهتطلع معاكم 4 طبقات عاليين جدا. الكيك يا جماعة عالي وحلو قوي وهش وسفنجي زي ما انتم شايفين. لايك كتير وشير كتير بقى للوصفة، واتمنى تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي يا علا كانت تحفة وفعلا تنافس اكبر براند. لايك وشير كتير، وكنت معاكم على تهاني.